يا جماعة، هو مين اللي اخترع الهدايا؟ يعني الهدايا اللي الناس بتجيبها لبعض، مين اللي اخترعها؟ وسؤال بقى، هل اللي اخترع الهدايا ده كان عارف في يوم من الايام ان الهدايا دي هتصبح واجب؟ اللي هو انت بتجيب هدية عيد الميلاد، لو ما جبتهاش تبقى راجل ابن وابن وابن. بس دي هدية. اه يعني دي مش واجب عليك، يعني دي اسمها ايه؟ هدية اللي انت بتهادي بيها الشخص ده. بس على الله ما تجيبهاش. على الله بقى، شوف هيحصل فيك ايه. ولا تيجي بقى لعيد الام. عيد الام. مم. ده يوم المفروض بتكرم فيه الام. الحقيقة ان احنا عندنا بيتطبق ان اي واحدة ست عدت ال40 لازم تجيب لها هدية في العيلة. ليه؟ لا تعتبر مامتك، ما انت ما تعرفهاش اصلا ولا عمرك شفتها، بس دي مامتك ولازم تجيب لها هدية. هو اي ما جايبه خلاص. انا مش فاهم يعني اللي عمل، ولا الفالنتاين بقى. يقول لك الفالنتاين احنا مرتبطين وكل حاجة والدنيا جميلة، هات لها هدية في الفالنتاين. طب يا جماعة انا عايز افهم،